عايز تنظف امعائك بشكل طبيعي في 7 ايام؟ بذور الشيا وبذور الكتان من احسن الحاجات، لانهم مليانين الياف ذائبه وغير ذائبه، وبيساعدوا في حركه الامعاء، وكمان بيمتصوا الميه وبيكونوا جل طبيعي بينظف القولون. تعال افهمك دلوقتي خطه الاسبوع هتمشي ازاي. الصبح على الريق كوب ميه دافيه ومعلقه صغيره بذور شيا منقوعه من بالليل. الفطار زبادي او لبن رايب زائد معلقه بذور كتان مطحونه. العشاء طبق سلطه خضراء في خيار، جزر، خس، رشه بذور شيا او كتان. وتعال اقول لك على بعض الملاحظات اللي لازم تاخد بالك منها. ما تزودش الكميه فجاه، ابدا بمعلقه صغيره واطلع تدريجي لحد معلقتين كبار في اليوم. لازم البذور المطحونه خصوصا الكتان عشان الجسم يستفيد من احماض اوميجا 3 اللي فيها. لو عندك قولون عصبي او انتفاخ ممكن تبدا بنص معلقه وتشوف رد فعل جسمك. ده مش معناه ان الامعاء هتنضف زي خرطوم الميه، لكن هتحس بانتظام في الاخراج وخفه في البطن وانتفاخ اقل. جرب كده وقول لي في الكومنتات انت عملت ايه. ما تنساش اللايك والمتابعه. دمتم بصحه.